تم إصدار أهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، واللي على أساسه هتتغير حاجات كتير. القرار هو إن أي حد أجنبي مش مصري مقيم في مصر يتوجب عليه دفع $1000 سنويا علشان يعمل إقامة نفس نظام دول الخليج، وبالتالي ضرورة وجود مستضيف مصري للمقيم الأجنبي سواء كان صاحب عمل أو غيره. وتم إصدار مهلة 3 شهور للأجانب المقيمين في مصر لترتيب أمورهم، وبالتأكيد هيبقى في غرامات على أي مقيم يتخلف عن تجديد إقامته في ميعادها. عارفين ده معناه إيه؟ إن أي لاجئ غير شرعي هيتعمل له أوراق رسمية للإقامة وهيبقى شغال بشكل قانوني، وبالتالي هتزيد الرقابة والأمان أكتر. وافتراضا إن مصر فيها 20 مليون لاجئ ومقيم، فالدولة هتقدر تجمع منهم سنويا 20 مليار دولار، ودي حاجة تقدر تحل أزمة العملة الصعبة وتزود دخل الدولة. ولكن بالتأكيد في جانب مظلم للموضوع. هل هيحصل تحايل من أصحاب الأعمال في تجديد إقامة المقيمين الأجانب؟ أو استغلال من الكفيل المصري لغيره من اللاجئين؟ وهل ممكن يحصل تحايل من المقيمين الأجانب على القانون الجديد بطريقة أو بأخرى؟ وهل السياحة ممكن تتأثر بالقرار ده؟ أتمنى تكون الدولة المصرية سنت قوانين صارمة بخصوص الموضوع ده، والفترة الجاية هي اللي هتحدد إجابات كل الأسئلة دي، وإن شاء الله خير. انضم لينا على جروبات المنصات التانية، احنا مستنيينك، هتلاقي اللينك في البايو.